السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة مع وصفات ألدا. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفة سهلة بسيطة مكوناتها موجودة في كل بيت، والأهم توجد في وقفة وتجي بزاف بنينة، بنتها بنت زمان بعيد على هادوك الكريمات والشوكولا. يعني ستانكاتو اللي يجي ما فيش السكر، يعني تاكلو حتى تشبعوا، ما يقهم ما يخسر ما يصرالو والو. توجدوه يعني فيت في، ما فيهش حاجة كومبليكي. باش تفهموا مليح خلوكم لاخر الفيديو. ما تنسونيش بلو لايك لو بارطاج اذا اعجبكم الفيديو. هنا ندوزو للمقادير. انا واش عندي؟ بسم الله، عندي 2 كيلات تاع الفرينه. دوما الكيله اللي توزنوا بها، يعني سواء بول سواء كاس، خذوا 2 كيلات. وشنو الكيله اضغطوا عليها كي توزنوا؟ بعد ما تصيروها زدت عليها نصف الكيله ولا نصف الكاس اللي وزنت به تاع السكر الناعم. هنا لو سكر اون بودر هذا لازم تغربلوه باش نحو هذوك الحبيبات اللي يجوا فيه. هنا ضروري تغربلوه. ونفس الشيء الفرينه هويوها. عندي ملعقه صغيره تاع الفانيليا، ملعقه نصف ملعقه يعني ماشي عامره، حوالي 5 غرامات تاع خميره كيميائيه، وراس ملعقه تاع الملح. هنا الملح لازم ديروه كامل في الحلويات باش نعدلوا الذوق ديالها. وهنا وزنت كأس إلى ربع تاع الزبدة. أنا استخدمت هنا زبدة، يعني ما خلطتهاش بالزيت، درت غير الزبدة. يا دو بريفيرونس يعني في هاد الحلويات نخيروا زبدة تكون يعني مليحة، ذوق ديالها مليح باش نعطو الذوق للكاطو يجي بنين. فوالا هنا نبسو، يعني نسيو ندخلو هذيك الزبدة في هاد الفرينة غير بسباتينة ونفتلوه هكذا كما راكم تشوفوا. بعد ما خدمته بيان كوم يلفو بين يديا، جبت هنا صفر بيضة، ماشي بيضة كاملة، خدمت غير بالصفر. وزنت حوالي ربع الكيلة هذيك اللي وزنت بها، ولا ربع الكاس تاع الحليب. ما درتهاش كامل، ديروا غير شوية بهذاك الربع الكاس. سيو خلطوا كما راكم تعرفوا. هنايا العجينة هذه فيها ليدان، دونك نروحوا غير بالعقل. لفات تبداو غير تشمخوا بالحليب تحسوها بدات تجرى معاكم، دونك دو بريفيرونس روحوا بتي بتي على هذاك الحليب. دوك تشوفوا انا الكميه ما خدتها ليش كاع اللي درتها. شوفوا تحسوا في البدايه انها يعني اي جاريه ولا طريه بزاف. وشنو ما تخافوش، غير ترتاح شويه حوالي 5 دقائق تحكم روحها. هاي ليك هنا ما نعجنوهاش، نلموها برك. شوفوا الكميه اللي قعدت لي في هذاك ربع الكاس. هنا نحطوها نخلوها ترتاح حوالي 10 دقائق. الا كان عندكم الوقت دو بريفيرونس تقعد حتى لربع ساعه. في هذا الوقت نوجدوا الحشو. في هذا الحشو واش عندي؟ انا عندي 2 كيسان تاع 200 غرام تاع الكاوكاو. هذا الكاوكاو حمصته ورحيته كان خشين. وشنو هنايا راني نعاود نرحيه نطفى. زدت عليه 2 ملاعق حتى 3 ملاعق تاع السكر، رحيتهم بيان كوم يلفو. وبعد زدت عليه ملعقه كبيره تاع الزبده دايبه. هذا ما كنسيو نلموهم. الا حسيتو فريمون ما تلمش زيدوا عليه شويه حليب ولا مزهر. الا حبيتو مزهر زيدوا عليه مزهر. انا تلم لي يعني فاسيل غير بهذيك الزبده تلم هذه هي. ووزنتهم الحش وزنته حوالي 12 غرام. ومن بعد شكلته هكذايا بهذه الطريقه. نسيو نخدموا شويه بومبي ونضغطوا على الجوانب باش يجينا هذاك الشكل تاع الهلال ولا تاع الشارع. وهنا نجوزو تاني نشكلوا العجينة. بعد ما ارتاحت انا وزنت كل كورية حوالي 30 غرام. هايليك بعد ما كملتها. هنا ضروري تغطوها بالبلاستيك ساشي ولا ديروا عليها منديل باش ما يضربهاش الهواء. وهنا في التشكيل انا رشيت غير شويه طاوله العمل بشويه فرينه. تقدروا تخدموا على الطابي هذاك اون سيليكون ولا ديروا بابي كويسون تخدموا عليه بلا ما ترشوا فرينه. شتو هنايا حليت انا هذيك الكوريه على الشكل طولي، يعني عطيت لها داك الشكل شويه اوفال رايح للطويل. وبعد زدت عليه الحش، اغلقت الجوانب. فوالا. وكي يعني كي تحربلو كي ديروا هاد التشارك كتلوها سيو تخلوا الوسط خشين والجوانب تضغطوا عليهم باش نعطوا هذاك الشكل تاع الهلال ولا تاع التشارك بهذه الطريقه.
نخليكم يعني الفيديو او يبين طريقة بالتفصيل. هنا نسيو نغلقو بيان. فوالا نفس الشيء يعني كيما نخدمو التشارك. فوالا انا كملت العجينه اللي كانت عندي بهذه الطريقه. هي من الافضل تخدموا كاع العجينه ديالكم، ديروا لها الحشو ومن بعد تشكلوها على شكل هلال هدايا. كيما شفتوا الطريقه الثانيه انا واش درت، ابلاطيت شويه يعني خليتها شويه عريضه ومن بعد لويتي. الا حبيتو تجيكم هكا كفيتي لويوها شويه. وهنا ندوزو للتزيين قبل ما نحطوها في الفرن بيان سور. انا جبت هنا بيضه كامله، زدت عليه حوالي ملعقه كبيره تاع الحليب، خلطتهم ورشيشه ملح. وعندي كميه تاع اللوز إفيلي ولا كاوكاو إفيلي اللي يكون عندكم تقدروا تزينوا به. نغطس في هذاك البيض ومن بعد نحطه في هذاك اللوز ولا الكاوكاو اللي يكون عندكم. هنا كي ترمضوهم سيو تضغطوا شويه على هذاك اللوز باش ما يطيح لكمش كي يتنفخ، كي يعني كي يطيب في الفرن. نكملوا بنفس الطريقه الكميه اللي عندي. انا دهنت بيان سور السندوات ديالي بشويه زيت، كما تقدروا ديروا بابي كويسون باش ما تلصقش معكم. ونحطوها في الفرن على 180 درجه. هنا حتاخذ لي حوالي 25 دقيقه، يعني حسب الفرن ديالكم. بعد ما تشوفوها طابت لتحت خلوها تتشمع من الفوق، يعني تاخذ غير تحميره هاليك لا كولور اللي تاخذها. انا خليتها هنا شويه تحمرت وخدت هاد لا كولور شابه. يعني انا من الناس اللي نحب نحمر هاد الحلويات الجافه، ومام يعني تقعد معكم مده طويله ما تضر ما يصير لها والو، يعني طايبه 100% وتقردي التقرميشه ديالها وتقرد ليسونسيال. قرديوها في دي بواط يكونوا اغميتيك مغلوقين ولا حاجه تاع حديد باش فريمون يحكموا ويحافظوا على القرمشه ديالهم. فوالا بعد ما طابت تشوفوا كيفاش راهي ما شاء الله. هذه هي الحلوى تاع اليوم اللي كانوا هليلات اقتصاديين، يعني حلوى سهله بسيطه مكوناتها يعني تقريبا موجوده في كل بيت، خاصه في المناسبات. عندكم شويه كاوكاو وشويه زبده، اكيد ما تعزوش عليها. هذه الحلوى ما فيهاش يعني توسكي كومبليكي، ما فيهاش الشوكولا، ما فيها ني كريمه ني غيان دوتو. حاجه سهله وتقعد لكم مده طويله ما تخسر برا الثلاجه. يعني فيها بنة الشارك. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وتجربوها. ما تنسونيش بلو لايك تعليق الى بغى نقطة باش نعرف بلي شفتوا لا فيديو. نقولكم تهلاو في روحكم في وصفة واحدة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم. هارثي مليليت.